يلا بينا نعمل حاجة مغذية ومن غير اي مكونات خالص خزعبلية. يلا بينا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونحط لايك كده، وشجعوني كتير قوي. الصفحة نايمة خالص ومحدش بيحط لي لايكات. شجعوني بلايك صغير قوي عشان هنعمل حاجة جميلة جدا تستاهل ان انت تحطي لي عليها لايك. طبعا قبل ما ندخل في الفيديو نقول المكونات اللي معايا. صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا ولادنا حبايبنا خلاص داخلين المدارس، كل سنة وانتم طيبين، فعايزين نعمل لهم حاجة تكون صغننة كده في اللانش بوكس، وكمان تكون مغذية معاهم، وايه بقى اقتصادية ومن غير مكونات كتير. دي اهم حاجة في اللي احنا فيه ده، اهم حاجة ان هي تبقى اقتصادية. يلا بينا يا ست الكل. هقولك عملنا ايه مع بعض. جبت كوبايه من الميه السخنه وحطيت معاها معلقه من السكر، وكمان حطيت معاها معلقه كبيره من الخميره، وحطيت كده باكت من الفانيليا، وكمان معلقه صغيره من الخل لان هي محسن طبيعي، وحطيت كده نص كوبايه من الزيت ده. اهم حاجه زيت يكون ريحته كويسه لان احنا مش هنضيف اي سمنه ولا اي حاجه للمكونات اللي معانا. فهنحط كمان نص كوبايه من الزيت، ولو حسيتي ان هي العجينه يابسه معاكي حطي كمان ربع كوبايه كمان. يبقى نحط كوبايه الا ربع كده من الزيت على حسب الدقيق بتاعك بيشرب الزيت ولا لا. تمام لحد هنا تمام. جبت كمان معايا كيلو الا ربع كده من الدقيق، وبدأت ألم كل المكونات دي كويس قوي، وحطيت كده ذرة من الملح. يبقى حطينا ذرة من الملح، معلقة من الخل، معلقة من السكر، وكمان معلقة من الخميرة الفورية، وكوباية من المية الدافية. بدأت ان انا كده ايه ألم كل المكونات معايا، وطلعت احلى عجينة وطعمها طعم جدا وما شاء الله اللهم بارك تحفة. هنا بقى حطيت معايا ايه مكان ما عندي بلح اللي هو الاسود. البلح طبعا كتير قوي الايام دي. جبت طبعا البلح الاسود ومحدش اكله الصراحة، يعني كان كتير كده ومحدش اكله. عملت ايه فيه؟ شلت القشرة بتاعته، واهم حاجة تشيل القشرة بتاعته. وبدات ان انا اهرسه كده في معلقتين من السمنه البلدي، لان طبعا مفيش اي مكونات انا عاملاها بالسمنه البلدي، فهعمل بقى العجوه اللي في النص دي بالسمنه البلدي. عندك عجوه مشي حالك بيها هتبقى جميله قوي. عايزه تضيفي القيمه الغذائيه وتعلي كمان القيمه الغذائيه بتاعتها، حطي سمسم مع العجوه. وطبعا مش هكلفك بقى وتجيبي صواني كتير وتغسلي اطباق ومواعين كتير، لا، انا عملت في طبق صغنن كده على قد العجوه معايا. وهنا عملت في الصاج، فردت كل العجينه اللي معايا في الصاج. بدات ان انا افردها على قدر ما اقدر، يعني ان هي تكون مستطيله. تمام. قسمت العجين نصين، نصها حطيته في الصاج والنص التاني هحطه من فوق لما احط العجوه في النص. هنا بدأت ان انا افرد العجوة معايا زي ما انتم ما شايفين، ريحتها جميلة في منتهى الجمال لان حطيت معلقة من السمنة البلدي. تمام. فردتها كده. هبدأ اجيب العجينة التانية معايا وهبدأ احطها واغطي بيها كويس، واهم حاجة ما يكونش فيه عجوة في الاطراف عشان ما تتحرقش معايا. دي القطاعة بتاعت المخللات اللي هي بتدي كده شكل ايه للمخللات. انا عايزه تعملي تقطعيه بالسكينه عادي، قطعيها عادي مفيش اي مشكله. انا قلت بس كده حاجه ايه تعمل شكل لانها مزجزجه كده من تحت. بدات ان انا اقطع كده التقطيعه اللي تريحك اعمليها. حابه ان هي تكون القطعه كبيره اعمليها، عايزاها صغيره اعمليها برضو زي ما انت محبه، ده بيرجع لك انت. بدأت اقطعها كده زي ما انتم ما شايفين، وانا عايزاها تبقى صغيرة عشان لما نحطها في اللانش بوكس ما تاخدش مساحة يعني، واقدر ان انا احط 2 3 كده معاها. عايزة اقول لكم ان ده عامل زي البسكوت اللي بالعجوة، بس حلوة قوي من غير مكونات كتير، وجميل واقتصادي وما شاء الله اللهم بارك. عمل معايا كمية كويسة، تقدري تحطي كده لولادك في الفطار مع كوباية شاي بلبن، تقدري تحطيه في اللانش بوكس ما شاء الله ينفعك جدا. وتقدري كمان ان انت تحتفظي بيه في كيس في الفريزر، ما يكونش طبعا في اي اكل يكون يعني زفارة او كده، علشان ما يلقطش ريحة. تقفليه كويس قوي او تحطيه في علبة محكمة الغلق وتطلعيه بس كده 10 دقايق هتلاقيه فك معاكي، وتقدري تقدميه للاولاد بألف هنا. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوا الوصفة دي، والله يا جماعة هي اقتصادية وجميلة وما فيهاش افتكاسات كتير، كل حاجة هتلاقيها عندك في المطبخك. عايزه اقولك ان انا قطعتها بطريقه عشوائيه، تقدري تقطعيها بطريقه منسقه اكتر من كده بكتير مني. هنا السمنه البلدي جبتها وهبدا ان انا احط بالفرشه
لان طبعا زي ما انتم ما شايفين انا ما حطيتش اي سمنه ولا اي حاجه. عايزين نعلي كده الريحه بتاعتها والطعم ويكون قوامها حلو وتكون ريحتها جميله. زي ما انتم ما شايفين جبت الفرشه وبدات ان انا افرد كده معايا السمنه على وش خالص، وبدات ان انا احطها في الفرن متسخن من قبليها، يكون في الرف اللي في النص. شايفين القمر؟ تطلع معاكي ميني كده بسكوت، تقدري تسميها كده مقرمشات كده صغننه كده لذيذه. مقرمشات ايه يا جماعه؟ قراقيش، اسمها قراقيش. تقدري تسميها كده قراقيش صغننه كده حلوه مع كوبايه الشاي بلبن. الله الله على الجمال والحلاوه، في منتهى الجمال، غير انها مغذيه قوي للاطفال وما شاء الله تحفه تحفه تحفه. تستاهل والله التجربه من غير اي مكونات كتير خالص. كل المكونات دي هتلاقيها عندك. عجينه طريه وجميله، اخدتش مني اي وقت. وبصراحه ما جبتش بقى صواني كتير وبهدلت الدنيا، لا فردت كله مع بعضه كده. اقطمي القطمه كده بقى مع كوبايه شاي بلبن، احلى حاجه في الدنيا، بالف هنا وشفا. واتمنى طبعا ان انتوا تجربوا الوصفات الاقتصاديه الجميله بتاعتي وتشجعوني باحلى لايك من احلى اخواتي. ربنا يحفظكم ويحفظ اولادنا، وانتظروني ان شاء الله بامر الله. هنعمل برضو معجنات تانية كتير هتساعدنا في موضوع الفطار. الولاد الصبح بيصحوا مش بيبقوا حابين خالص ان هم يفطروا. شايفين الجمال والحلاوه؟ لونها من فوق زي لونها من تحت، اللهم بارك. تحفة يا جماعة، تحفة والله. وطعمها جميل في منتهى الجمال. ان شاء الله لما تجربوها اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه رأيكم فيها، من غير اي مجهود. بألف هنا لكل اللي يجربها.